اساسيات في العنايه بالجسم لازم كل بنت تكون عارفاها، ودي الحلقه ال 12 من سلسله اسالوني سيزون 2. واحد، لازم تشيلي شعر الجسم كل اسبوعين او 3 بالكتير، خصوصا من المناطق اللي الشعر فيها بيسبب ريحه مش لطيفه. ولو انت لسه بنوته صغننه يبقى اكتر طريقه مش هتسبب لك الم هي الشيفنج، بس تعمليه صح. اتنين، لازم تاخدي شاور يوم بعد يوم على الاقل، ولو بتتمرني يبقى لازم تاخدي شاور بعد التمرين. ما تستخدميش صابون على جسمك لانه بينشف الجلد، استخدمي شاور جل، ودي انواع اقتصاديه انا بحبها. 3، لازم تعملي سكراب لجسمك على الاقل مره في الاسبوع، لانه بيشيل الجلد الميت وبيخلي جسمك يفضل ناعم لحد الشاور اللي بعده، وحرفيا تقدري تستخدمي اي نوع سكراب مناسب للبادجت بتاعتك. 4، لازم تستخدمي الديودرنت بتاعتك يوميا على جلد ناشف ونضيف، مفيش حاجه اسمها ديودرنت بتقعد 48 ساعه. 5، لازم تغسلي شعرك من مره لمرتين في الاسبوع علشان ما يعملش اي ريحه مش لطيفه، وعلشان الدهون ما تتراكمش في الفروه وتسبب لك قشره او اي مشاكل تانية. 6، لازم ترطبي جسمك كل يوم وبعد كل شاور باي بادي لوشن بتحبيه، او حتى بيبي اويل او فازلين، ده هيخلي جسمك على طول ناعم وما فيهوش جلد وزه. 7، لازم ضوافرك طول الوقت تكون نظيفه ومتقلمه سواء كانت طويله او قصيره، ورطبي الجلد حوالين الضوافر عشان تقللي من ظهور الكيوتيكلز او الزوائد الجلديه، وبلاش المنظر ده ولا المنظر ده. 8، اختاري اي نوع بادي سبلاش انت بتحبيه ورشيه على جسمك كله بعد الشاور وكل يوم الصبح اول ما تصحي علشان ريحتك تكون دايما حلوه ومميزه. 9، لازم ترطبي كعب رجليكي كل يوم قبل ما تنامي، لان الجلد في المنطقه دي سميك وتشققات الكعبين مش بتظهر في يوم وليله وعلاجها بياخد وقت. 10، واخيرا ما تنسيش تحبي نفسك بكل تفاصيلك وتشوفي نفسك دايما حلوه، لان ده هينعكس على مظهرك.